بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله. نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي، ونعمل مع بعض النهاردة بيتزا. من الآخر بيتزا بأطعام مختلفة، حشاوي كتير مختلفة، بيتزا عادية وبيتزا محشية الأطراف. مكونات في منتهى البساطة، إن شاء الله تكون موجودة في كل بيوتنا، وربنا يملى بيوتنا كلها بالخير إن شاء الله. هنعمل أسهل وألذ بيتزا ممكن تعمليها في حياتك. اتفضلي معايا شوفي الفيديو. بسم الله. اول حاجه هجهزها الخميره بتاعه العجين. انا معايا 5 كيلو دقيق بتوع اوردر واحده حبيبه لنا في القناه من المتابعين، وهي اللي منورانا وبتعجن بنفسها العجين بتاعها. ربنا دايما يديم عندها الفرح والمناسبات السعيده. احنا معانا 5 كيلو دقيق، ومعانا حطينا ليهم حوالي 5 معالق كبار خميره و3 معالق سكر. اقلبهم مع بعض، اضيف عليهم حوالي كوبايتين ميه دافيه. الميه دافيه بسيط، مش سخنه قوي يعني. وبقلبهم كويس في الميه الدافيه، واغطي عليهم واسيبهم. اجهز الدقيق بتاعي ونعجن سوا. طول بعد كده هندخل الدقيق بتاعنا شويه. انا كنت رايحه ادخل الدقيق بالمنخل الصغير ده، فلقيت الموضوع مش نافع خالص. نخل بحاجه كبيره، بس المهم تكون حاجه عيونها ضيقه جدا جدا زي المنخل السلك او اقل. ضفت بعد كده 3 معالق ملح كبار، ما يعادل معلقه شاي لكل كيلو دقيق ملح. 5 كيلو دقيق حوالي كوبايتين زيت من كوبايات الشاي العادية اللي هي 200 ملي. الكوباية من دول 2 واخداهم للعجين وكمان لفرد العجين. بعد كده كوباية دلوقتي من الكمية اللي معايا كلها، عشان عايزة اخلي الكوباية التانية هحطه في اخر العجين، عشان العجين يفضل في ايدي في النهاية ما يلزقش ويكون سايب ايديا كويس. كوباية الزيت، وهحاول افركها مع العجين كله زي ما بنقول كده، نبس بيها الدقيق كله الاول. انا بحاول اخلي الزيت يتخلل الدقيق كله عشان يكون ملمسه معايا في النهايه كويس. في التوقيت ده الخميره بتاعتي ارتفعت ما شاء الله، طبعا ده دليل على انها سليمه ممتازه 100%. هبدا احط الاول الخميره على الدقيق واقلبه مع بعضه قبل ما احط اي سوائل تانية. بعد ما الدقيق شرب الخميره ببدا ازود الميه كوبايه بكوبايه. طبعا لو احنا في الشتاء هندفي الميه، لكن لو الجو حر زي دلوقتي يبقى كفايه الميه تكون الحنفيه العاديه جدا. كملت الست ام ادهم اختي وحبيبتي ومن اهم متابعين القناه. العجين بنفس الطريقه، كوبايه ميه بس بتاخدها تزود بيها العجين شويه بشويه. وقالت لك انا عايزه اعجن العجين على القاسي زي ماما معوداني. بناتنا اللي ما يعرفوش ايه العجين اللي على القاسي ده، يعني تزودي السوائل او الميه شويه صغيرين بصغيرين، ما تحطيش الميه كتير مره واحده والعجين يخرب منك. لا، زودي حاجه بسيطه عشان تفضلي متحكمه في العجين اطول فتره ممكنه. فضلت شغاله فيه زي ما انتم شايفين لغايه ما بقت العجينه لينه في ايدها ما شاء الله. طبعا لو العجانه بتاعتها شغاله كانت تبقى اسهل ليها كتير، لكن ده اللي كان متاح في الوقت ده، فحبينا نشتغل زي اللي اغلبنا في البيت هيشتغل على اساسه ونوريه لكم. طبعا العجينه كلها اتلمت في ايدها، وكمان نظفت الحله خلاص ما عادش فيها اي عجين في جوانب الحله. حطيت حوالي نص كوبايه زيت او اقل شويه على اخر دور هي بتعجنه عشان تلم بيه العجينه، وزي ما انتم شايفين لا بتلزق في ايدها ولا في الحله. وهنغطيها ونسيبها لغايه ما تخمر، نكون جهزنا الحشوات بتاعتنا اللي هنشتغل بيها. اول حاجه معانا هتبقى صلصه البيتزا اللي احنا كلنا عارفينها، لكن انا بالنسبه لي مختلفه شويه في تنفيذها. أه بحب اعملها بطريقه معينه، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله، لكن هي الحقيقه مميزه جدا. زي ما انتم شايفين بجيب الطماطم بقمعها وبعمل لها حرف زائد كده من تحت عشان لما تتشوي اقدر اقشرها كويس. ومقشره بصل ومقشره كمان توم وحطاهم في الصينيه. هكمل تجهيز الطماطم كلها بنفس الطريقه وارجع لكم. بعد ما قمعت الطماطم كلها بس بضيف عليهم معلقتين زيت زيتون. طبعا تقدري تحطي الثوم بقشره والبصل بقشره وتقشريهم بعد ما يتشووا عادي جدا جدا، لكن هو ده كان جاهز عندي فحبيت استخدمه بدل ما اعمل جديد. هدخل الحاجات ديت الفرن لغايه ما تتشوي كويس. لغايه ما تشوي الخضار عندي زعتر اخضر نشفته في الفرن ونخلته زي ما انتم شايفين ناعم جدا كده عشان هنستخدمه معانا في الصوص بتاعنا. الطماطم والخضار اتشووا، بطلعهم طبعا دلوقتي. اقشر الطماطم، ولو كنت مش مقشره البصل والثوم تقشريهم هما كمان، واحطهم في الكبه هضربهم كلهم مع بعض عشان نكمل تجهيز الصوص بتاعنا. حطيت طاسه فيها معلقتين زيت كبار وحمرت فيها الثوم، هتبقى بس ذهبي فاتح كده. وهضيف عليها زعتر اخضر هاخده بس تشويحه صغيره كده مع الثوم عشان ننزل عليهم بمعجون الخضار اللي اتشوى وضربناه في الكبه. شوح المجموع ده كله مع بعض تشويحه صغيره كده بس يشموا ريحه النار سوا كده ويطلعوا ريحتهم الجميله.
هزود على الكلام ده كوبايه ميه كبيره مغليه، اقلبهم مع بعض واضيف لهم كمان معلقتين صلصه كبار، معجون طماطم، طبعا معلقه سكر كبيره دلوقتي. اقلب الكلام ده مع بعضه وهسيبه دقيقتين يغلي، وابدا اضيف البهارات بتاعتي. معايا بابريكا ومعايا كمون، توم باودر وبصل باودر وكمان كزبره ناشفه. كده انا حطيت كل البهارات اللي انا محتاجه لها. هقلب الكلام ده كويس وهسيبه على النار شويه لغايه ما يتقسط او يتسبك شويه، عشان طبعا هو كده في نسبه سوائل كتير. كده بالظبط الدرجه اللي انا عاوزاها. انا كده وصلت لاخر مرحله. عندي ريحان متقطع ناعم جدا، او تقدري تضيفي زعتر اخضر متقطع ناعم في الاخر كده، وما تحطوش بقى على النار تاني عشان تفضل محتفظ بريحه الريحان او الزعتر فيه، هيبقى طعمه معاكي خرافه. وخلي الريحان او الزعتر اللي هتقطعيه ما يبقاش ناعم قوي، خليه واضح، هيبقى واضح معاكي في القومه بتاعه البيتزا نفسها. عايزه اقول لك ان الخلطه ديت بتدهني بيها البيتزا، بتتاكل حاف من غير اي خلطه عليها. بتاخد العيش بتاعها، الخبز النهائي بتاعها بيكون طعمه جميل جدا بالصوص اللي احنا عاملينه ده، شبعينه بخضار مشوي وبأعشاب عطريه جميله جدا. دلوقتي هنجهز تتبيله الفراخ المقرمشه التحفه ديت عشان حشوه البيتزا. بيتزاية سوبر سبرينو اللي هي بالفراخ المحمرة. التتبيلة اللي معايا انا مقطعة الفراخ، خلياها وشايلة الجلد بتاعها ومقطعها قطع من الصدور والوراك اللي كانت متاحة عندي، قطع مربعات كبيرة شوية. حطيت عليها بقى من البهارات اللي عندي، كانت توم وبصل بودر وبابريكا وبهارات فراخ ومرق الدجاج بودر والملح بتاعنا. وحطيت بس البهارات اللي معايا ديت وقلبتها معاها وسبتها شويه. بعد كده جهزت الكفر بتاعها، كوبايتين دقيق وحطيت عليهم ربع كوبايه نشا ومعلقتين من البهارات اللي احنا تبلنا بيهم الفراخ. وقلبت الكلام ده كله مع بعض وببدا احط الفراخ في قلب الكفر ده زي ما انتم شايفين كده. دي اسهل طريقه واسرع طريقه عشان ما بهدلش الدنيا بالدقيق. حطيت الفراخ، قطع الفراخ في قلب الكيس اللي فيه الدقيق والنشا والبهارات، وبقلبه كويس قوي في قلب الكيس زي ما هو. وبعد كده هخرجه. لو عايزه تعملي له كفر تاني بتنزليه في ميه سريع وترجعيه في نفس الكفر تاني وقبل ما تحمريه. لكن انا استكفيت الحقيقه بان بكفر واحد، لان انا بنزل قطعه الفراخ وارجعها مره واتنين وتلاته لغايه ما تمسك معايا الكفر اللي انا عاوزاه في الفراخ. وبعد كده هاخدها واروح طبعا على زيت سخن. الزيت بتاعي يسخن جدا، بعدين هحط ننزل بالفراخ واوطي النار ثواني عشان الفراخ تستوي كويس، لان مفيش اي وسيله تسويه تانية غير الزيت. دلوقتي هنسوي الفراخ فيه، ومش هقلب الفراخ غير لما احس ان الكفر بتاعها تماسك. اول ما الكفر بتاعها يمسك بعضه هروح ايه مقلبه الفراخ، قبل كده لا. خلاص الفراخ اتحمرت كريسبي وذهبي ولونها جميل جدا. هطلعها على مصفى. زي ما انتم شايفين احنا بدأنا نشتغل في البيتزا اللي هي باللحمة المفرومة والتونة والحاجات الحشاوي الخفيفة دي، واحنا شغالين في تجهيز بقية الحشوات، علشان ما شاء الله كان في ضغط جامد. يعني احنا معجلنا بعد ال5 كيلو دول 5 كيلو تانيين ما شاء الله، يعني بألف هنا وشفا. اتاكلوا في المناسبة اللي احنا كنا موجودين فيها، ولو كنا عملنا تاني كانت تاكل كمان. فكده احنا خلاص هحمر الجزء ده وهرجع احط الباقي. عندي فراخ لسه كتير عايزه تتحمر، هحمرها كلها وارجع لكم تاني. طيب احنا خلصنا الفراخ ديت وهنعمل فراخ تانية شاورما. الفراخ ديت انا متبلاها بتتبيله الشاورما العاديه جدا، تقدري برضو ما تتبلهاش لو انت عاوزه بس ترش عليها بهارات وخلاص. لكن انا متبلاها بزبادي وصردة وخل وليمون والبهارات اللي احنا اشتغلنا بيها للفراخ اللي قبل ديت. وببدأ احمرها في معلقتين زيت كبار. واول ما تبدأ الجزء اللي انا حطيته يبدأ يدبل كده ويتماسك، او احط جزء تاني عشان ما احطش كل الكمية مرة واحدة وتعمل مية كتير في الطاسة ومعرفش اخد الصدمة اللي انا عاوزاها للفراخ. هخليها تتشوح كلها كده الاول مع بعضها. بعدين هنزل عليها بصل مقطعاه جوليان. انا مقطعه الفراخ كمان شعريه طويله، وبالتالي قطعت البصل كمان شعريه زيها، يعني جوليان كده رفيع طويل كده زي ما انتم شايفين. بعد كده هشوحهم مع بعض وهحط لهم ربع كوبايه ميه واسيبهم شويه يستووا قبل ما احط بقيه الخضار. وكمان انا طبعا هحط الملح بتاع الفراخ، لكن الخضار اللي هيتحط هو اللي لسه محتاج الملح فمش هنحطه دلوقتي خالص. خلاص شربت الميه بتاعتها مع البصل. هنزل لهم دلوقتي فلفل الوان مقطع كمان جوليان زي البصل كده واشوحهم مع بعض تاني. المرحله دي حطيت لهم نص معلقه ملح بس. هم كده جاهزين على الحشو. عندي كمان جزء هيتحشي باللحمه المعصجه، بس احنا عملنا اللحمه المعصجه كتير مع بعض قبل كده. والله انزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بس انا عندي مشكله في اعدادات
الكاميرا عامله لي دروب في صندوق الوصف شويه. فانا اسفه جدا كمان عشان تاخير الفتره اللي فاتت، مش بقدر اعمل صندوق الوصف اشغله بسبب مشكله الاعدادات دي، لكن هصلحه قريب جدا ان شاء الله. بتاعنا جاهز، قطعته على حوالي 17 بيتزاية متفاوتة الحجم، في من صغير 3 أو 4 أحجام صواني. عملت على أساسها، قسمت على أساسها العجين، يعني ما قسمتوش كله بنفس القطعية واحدة عشان حكم الصواني اللي عندي. وده برضو كمان هيكون بالنسبة لك على حسب الصواني اللي عندك هتقطعي العجين. وأنا آسفة جدا المقطع ده عدى من عندي. بعد كده دهنت الصواني كلها زيت من الارضيه ومن الجناب كويس، لان طبعا فيهم حاجات كتير، بيتزا كتير هتكون محشيه الاطراف، فدهن الصينيه كلها من جوه كويس. وبعدين بتدهن الصواني وتفرد على طول في قلبها العجين. والمهم ان انت البيتزايه اللي انت عايزه تحشي اطرافها لازم تخلي لها حافه عاليه من الجناب زي ما انت شايفه كده، بحيث ان انا لما احشي الاطراف اقدر اقفلها تاني على الحشوه، يبقى في امكانيه لده. بخلي حافه الصينيه بالارتفاع حوالي 2 سم، 2.5 سم، مش اكتر من كده. ولما احشي اقدر اتنيها تاني على الحشوه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. انت فتحي العجينه بالشوكه كده، وانا برجع افتحها تاني لما احط الدريسنج على وش العجين عشان يبقى متشرب من جوه من نفس طعمه. هتشوفوها دلوقتي واحنا شغالين فيها. زي ما انت شايفه كده بحاول اصبع الجبنه، لان الجبنه اللي عندي جبنه مبشوره، فخرجتها من الفريزر شويه، بعدين بدات احاول اصبعها عشان اقدر احطها في طرف الصينيه زي ما انتم شايفين، وبتني طرف الصينيه على العجين. اتاكد ان انا قفلته كويس عشان لما يدخل الفرن ما يسيبش بعضه. وعندي الدريسنج اللي عملناه مع بعض في اول الفيديو، هو اللي انا دهنه منه كل الصواني، وبرجع تاني افتحها بالشوكة عشان ادخل الدريسنج ده جوه العجين بقدر المستطاع. البيتزايه دي هحشيها لحمه مفرومه. الحشاوي اللي عندي كلها بضيف لها فلفل الوان مقطع، زيتون اسود واخضر مخلي، وطماطم مقطعه قطع صغيره، والمشروم على حسب رغبه اللي هياكل. وبعدين بضيف اخر حاجه هضيفها طبعا الجبنه. دلوقتي بدهن اطراف الصينيه كلها بنفس الدريسنج، وهحشي الصينيه اللي بعد كمان اطرافها محشيه. الحقيقه هو 90% من البيتزا النهارده كانت اطرافها محشيه. الزي دي محشيه سوسيس، بس قطعته وشوحته في قطعه زبده صغيره واستوى. حشيت بيه البيتزا، واللي جنبها فراخ شاورما. هنزود عليها الجبنه قبل ما ندخلها الفرن. الصينيه دي دهنتها برضو بالدريسنج بتاعها، واحط لها الخضار واخدها نحشيها بالفراخ اللي حمرناها مع بعض السوبر سبريم. ما شاء الله، برغم اختلاف الاطعام لكن كل البيتزا اللي اتعملت كانت احلى من بعضها، وكل حد طلب حاجه يقول دي بيتزتي احلى من بيتزا فلان. فسبحان الله والحمد لله ان هي طلعت بالجمال ده، وربنا قدرني انول رضاهم جميعا ويتبسطوا من الشغل يعني. عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور من سنه يا جماعه، سنه بالظبط تقريبا. وبعمل المونتاج دلوقتي، ومش عارفه كمان هنزله على طول ولا هيتاخر بعدين شويه عشان مشكله الاعدادات اللي عندي. لكن هو متصور من سنه. عندي الفرن ما شاء الله كبير الادوار، فبدخل 6 بيتزات واطلع 6، لان زي ما قلت لكم العدد كبير، لان بفضل الله احنا عجلنا شغل تاني بعد ما كنا مع بعض بنعجن. مش بس العجين، احنا كمان عملنا حشوات تانية. عملنا حشاوي بصدق، وعملنا حشاوي بجمبري، وكمان بتونة، وكانوا أجمل من بعض الحقيقة. حشوة بتونة وكانت روعة طبعا، بس صفيت السوائل اللي في التونة وعصرت ليمون وفلفل اسود وملح بس، وحشينا بيها، ما عملناش فيها اي حاجة تانية. وبجد انا بعتذر لحضراتكم جدا عن اي تفصيلة وقعت من الفيديو او ما اتصورتش. طبعا انتوا حضراتكم مقدرين ان الشغل لما بيكون بتاع ناس، اوردر بتاع ناس طالع لهم في ميعاد، او انا بعمله عند حد، بيبقى مختلف كتير جدا عن ما اكون بعمله في بيتي او لولادي براحتي، فبصور بهدوء وبلحق وقتي يعني. لكن مع حد بيكون الشغل له مواعيد، واهم حاجة عندي ان انا ادي الناس شغلها في ميعاده كويس ونضيف وعاجبهم، فبيبقى بيقع مني اجباري التصوير غصب عني شوية. فاسفه جدا على النقطه ديت، وان شاء الله اي تفصيله ناقصه هنعمل فيديو تاني بتفاصيل كامله للبيتزا يعني. إحنا حاليا ايه ما شاء الله في كتير طلع واتاكل بألف هنا، وفي حاجات خرجت اتوزعت، ودول بطلع من الفرن، ومعايا حوالي 7 بره لسه عايزين يدخلوا الفرن. يا جماعه كان عندي امل كبير ان انا اطلع البيتزا كلها من الفرن مره واحده، واحطها على ترابيزتين 3 كده، واصورها زي ما بشوف الناس بتعمل فوتوشوب، وتبقى صينيه واحده وبتتكرر 300 مره.
في صورة واحدة. ما شاء الله كل الكمية ديت، لكن ما فيش عندي وقت مع الأسف أصورها بالتفاصيل وأجيبها لحضراتكم زي ما انتوا عايزين. بس الشكل أظن واضح جدا، بيتكلم عن الطعم. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وألف شفا لأصحابها، وبألف هنا ليكم إن شاء الله لما تنفذوا الوصفات بتاعتنا النهاردة. والبيتزا الحقيقة كانت جميلة قوي قوي، وخدت عليها يعني وكلام جميل جدا جدا من ناس بيفهموا بجد في الأكل وبيحبوه، ومن ناس يعزوا عليا كمان. وكنت يهمني قوي قوي ان انا اشرف ام ادهم واطلع لها الشغل يشرفها قدام اسرة جوزها، لان هي اختي مش غريبة مني. فالحمد لله ان ربنا قدرني اعمل كده وابيض وشها مع جوزها ومع كل ضيوفها. يا جماعة المقادير بتاعة البيتزا اللي اشتغلنا بيها النهاردة، مش هقول لكم ان هي مقادير موفرة، لكن هقول لكم ان هي دي المقادير الحقيقية بتاعة البيتزا. وده الكلام ده من اهله ومن اصحابه. ما بيتحطش فيها لا لبن بودر ولا حليب ولا بيض ولا كل الكلام ده في المحلات الكبيرة ابدا. بقول الكلام ده من فراغ، ومش بقول ان انا اشتغلت في فطاطر بيتزا قبل كده، لا، انا اشتغل معايا صناعية البيتزا وعجنوها قدامي بدل المرة ألف، ومشغلين في قلب محلي انا نفسه. فكنت شايفة الشغل ده كويس جدا، وواثقة من اللي بقوله وبنفذه بعد كده على نفس الشغل. فبألف هنا وشفا، وان شاء الله ان شاء الله تنول اعجابكم البيتزا البسيطة بتاعتنا، واسمع رأيكم فيها في التعليقات. بشكر جدا اصحاب الاوردر اللي تكرموا وبعتوا لنا الفيديوهات والتصوير بتاع الشغل لما راح لهم. واسفه جدا على الكركبه اللي موجوده، لان دايما بيكون التصوير في مناسبات، يا رب دايما تكون مناسبات سعيده. شكرا جدا للي صورونا المقاطع وبعتوها، وشكرا جدا لحضراتكم على المتابعه. واتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو تشرفونا بالاشتراك والاعجاب والتعليق على المحتوى اذا نستاهل وجودكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله.